تم الانتهاء من تركيب الكاميرات الهيكل الأول، وبعد كده هركب بعديه تيوبات. طبعا احنا كسرنا في الكاميرا الخرسانية وطلعنا سياخ ولحمنا فيها زي ما حضراتكم شايفين، علشان طبعا يبقى أقوى بالنسبة للشغل. وركبنا طبعا للكاميرات شدادات على 1.20 متر، تبقى ماسكة زي ما انتوا شايفينها كده، تبقى ماسكة طبعا الكاميرات وبقى الشغل أقوى. وطبعا ده عشان أحمال شوية، هيبقى جرموت فخار وطني. طبعا بعد الكاميرات دي هنركب الشبكة اللي هي تيوبات 60-30 الأبلكاش. طبعا عملنا بروز خارجي للديكور الأنوار، ولما نركبه بنصوره لكم مع تيوبات 60-30 إن شاء الله. وبكده تم الانتهاء من تركيب التيوبات 6 في 3 وتركيب ديكور الإنارة الخارجية. ونبدأ في تركيب الأبلكاش الأندونوسي 9 مللي إن شاء الله. وده طبعا تفتيح اللمبات. السبوت طبعا هيبقى 8 سنتي، في عميل بيبقى عايز 10، عميل 14، بتختلف حسب العملة يعني. وبكده تم الانتهاء من تركيب الأبلكاش. طبعا ده أبلكاش أندونيسي 9 مللي. وهنبدأ طبعا في تركيب العازل المائي. العازل المائي طبعا بيبقى 4 مللي، ده تكو فايبر. طبعا البساطة الصغيرة دي بتبقى ارتفاع حوالي 5 سنتي، عشان بنربط فيها الشبكة اللي تحت بالشبكة اللي فوق، عشان الهواء ما يرفعش الشغل ويطير منه. والحين بركب العزل المائي وتسيحه بالنار على بعض. طبعا كل لفة بتركب على التانية 10 سنتي، وتتحرق من الفواصل بتاعتها كلها. وطبعا في النهاية بعد ما تركب العازل بنجرب نختبر المية، وبعد ما نخلص الفواصل كلها بالنار هنجرب لكم المية ونصور لكم من الداخل. طبعا الحين بعد ما خلصنا تحرير العزل بنختبر مية. طبعا من الضروري ان الواحد يختبر مية قبل طبعا ما يركب التيوبات. ليه؟ بيبقى عندك مثلا التيوب بيبقى شوية مريح على العزل، لكن لما تختبر المية بتعرف لو في مثلا اخرام ولا اي شيء، وتجرب عليها المية. الآن من الداخل بعد اختبار المية، طبعا لو في تهريب مية بتلاقي على الجدران او بتنقط مثلا الابلكاش. الآن تم الانتهاء من تركيب تيوبات الجرميت 20-30. بعد كده هنركب العازل الحراري والجرميت. والآن بيتم تركيب العازل الحراري والجرميت. الحين تم تقفيل الجرميت، واقف على تركيب الزوايا. نركب الزوايا وإن شاء الله هنا نفس لون الجرميت ونصورها لكم بعد الانتهاء من العمل وتغسيله إن شاء الله. والآن بيتم التغسيل، وبعد ما نغسل ونضرب الاسمنت اللي هو تحت الزوايا ده بدهان نفس لون الزاوية. والآن تم دهان الخلطة اللي تحت الزاوية بنفس لون الجرميت. طبعا هي بتبقى فاتحة في الأول، لما تبقى طبعا لسه خضرة، أول ما بتنشف بتقلب نفس لون الجرميت بالظبط. طبعا دي بتبقى دهان من جوتن، بيبقى خارجي، بيبقى 21-26 رقمه، بيجي معاك نفس لون الجرميت الإيطالي والسعودي والأسباني. طبعا الأحمر فقط مش الألوان يعني. كده يبقى تم انتهاء العمل.
لو عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس.